أول ما فتحت عيني النهاردة وحاسس إني مش لوحدي. البيت بقى أبرد والحيطان بتزن والكتاب مفتوح لوحده على نفس الصفحة اللي امبارح كان مكتوب فيها اسمي. خدت شنطتي وقررت أمشي. كنت رايح ناحية نادي المرج، يمكن أنسى، لكن وأنا معدي قدام سور النادي شفت ورق بيطير قدامي، نفس الورق اللي جوه الكتاب، والريشة بتكتب لوحدها. كنت هعدي كأن مفيش حاجة، بس عيني وقعت على نقش غريب محفور في سور النادي، شكله مش مريح وكأني شفته قبل كده في حلم. قربت منه ولما صباعي لمس الحرف الأول جسمي كله اتجمد وحسيت برعشة بتخترق ظهري. فجأة سمعت الصوت، صوت مش طبيعي بيهمس جوه وداني. انت مش أول واحد، بس يمكن تبقى الأخير. بعد ما لمست النقش حسيت اني مشيت ومشيت، بس رجلي مش بتتحرك. الطريق فاضي حواليا، بس عيني شايفة ناس بيصرخوا من شبابيك مقفولة، وصوت جاي من السما بيقول السبعة بيقربوا والباب مفتوح. بس وانا بحاول ارجع لقيت نفسي راكب ميكروباص وماسك الكتاب. الكتاب كان في ايدي وايديا كلها دم، ولسه الصفحات بتتقلب لوحدها. قلت عزبة النخل وانا عرقان ومتوتر. دخلت عند ابن خالي وقلت له هاتي اي مكان استريح فيه يومين بس. واول ما دخلت الاوضه حسيت بهوا ساقع بيخبط في وشي رغم ان الشباك مقفول. ببص ناحيه الكامودينو لقيت الكتاب هناك مفتوح على صفحه جديده مكتوب فيها بخط كبير وصلت بس احنا كنا مستنيينك. صحيت نص الليل على صوت ضحكه خفيفه غريبه خارجه من اخر الاوضه. قمت ببص وقلبي بيخبط. لقيت بنت صغيره شعرها مبلول ونازل على وشها، لابسه فستان ابيض متقطع من تحت وقفالي قصادي بالظبط. بصيت لها وسألتها انتي مين؟ قالت لي بصوت غريب مش صوت أطفال، أنا مش بنت، أنا أول واحدة دخلت. وسابت دمعة سودة تنزل من عينها. قفلت باب الأوضة وقلبي بيخبط من اللي شفته. مسكت ظهري واتنقلت ناحية الحيطة وأنا مش مصدق، بس وأنا معدي حسيت بإيدي بتزق لورا. الحيطة نفسها بتتحرك كأنها بتتنفس، الدهان بيطلع وينزل والحيطة بتطلع صوت خافت بيهمس. رجعت الكتاب، يبقى البيت مش هيسيبك تخرج. أنا بس وشي قدام المراية حسيت بنفس سخن بيخبط في رقبتي. لفيت بسرعة مفيش حاجة. رجعت بصيت في المراية بس وشي مش زي ما هو، كان باين ورايا ضلها، نفس البنت بتبصلي وبتبتسم بس شفايفها متحركة بتقولي من غير صوت انت بقيت مننا، ما تحاولش تهرب. أنا واقف في نص الأوضة حسيت الأرض بتتهز تحت رجليا والحيطان بتطلع أنين كأنها بتتقطع. النقوش اللي كانت في الكتاب بدأت تظهر على الأرض بنفس الحبر الأحمر، وفجأة حيطة من الحيطان اتفتحت كأنها كانت باب من لحم، وطالع منها حاجة مش بني آدم، طويلة جلدها شبه الرماد وعينيها سودة كلها. بصت لي وقالت لي بصوت خشن ده كان اختيارك، استعد. بعد ما الكائن خرج حسيت الأوضة كلها بتتهز، الحيطان بتتساقط، السقف بيترشق شروخ، وكل حاجة بتدوب حواليا كأنها شمع. رجليا هرست في الأرض والدم بيطلع من بين السيراميك. الكتاب لسه في إيدي بس الصفحات بتتحول لجلد بني ناشف وبيبدأ يصرخ. سمعت صوت البنت من بعيد بتقول وقعت خلاص يا عيسى، مبروك بابهم اتفتح. حيت وأنا نرمي على أرض سودة ملهاش نهاية. الأرض نفسها بتطلع صوت زي النفس، وكل ما اتنفس بحس إني بشرب تراب. سحاب أحمر بيمشي فوق دماغي كأنه عايش. وقمت بالعافية، لسه الكتاب في إيدي، بس لما بصيت على الغلاف لقيت صورتي مطبوعة عليه. أنا ببص حواليا سمعت ضحك بيقرب، صوت أطفال، ستات، رجالة، بس مفيش حد ظاهر. وفجأة طلعوا 6 واقفين حواليا في دواير، شكلهم من عصور مختلفة وعيونهم كلها سودة. واحد فيهم قرب مني وقال بصوت ميت كده بقينا 7 ولسه العالم مستني البوابة التانية. كل اللي حصل